مرحبا حبايبي، شلونكم؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. اليوم جايبت لكم وصفة كلش حلوة وكلش يحبوها الأطفال، اللي هي كوكيز الشوفان، كعك الشوفان. هنا أنا عندي 2 كوب سكر أسمر، 1 كوب شوكولات اللي هي نستلا، 2 كوب طحين، 2 كوب من الشوفان. هنا أنا عندي أقل من كوب زبد، فانيلا، صودا، دارسين أو قرفة، وملح. هاي هي مكوناتنا لليوم، وراح نبدي نسوي الكوكيز. هنا أنا عندي بيضتين، 2 بيض. نخفق البيض، راح نضيف لها 2 كيس فانيلا، أي نوعية فانيلا أنتو عندكم موجودة. بعد ما خفقنا البيض وراح نضيف عليها الفانيلا، راح نبدي نخفق الفانيلا مع البيض. وهنا أنا راح أذوب الزبد شوية بالمايكروويف. عندي القرفة أو الدارسين حسب الرغبة، رشة ملح. راح أخفق البيض والفانيلا والدارسين والملح كلها سوية. هسه راح أبدي أضيف الزبد، زبد مثل ما قلت لكم أقل من كوب، أكثر من 3/4 وأقل من الكوب، وإذا عندكم نفس الزبد اللي أنا استعملت يكون أفضل. هنا أنا عندي السكر الأسمر براون شوغر، إذا ما عندكم متوفر السكر الأسمر ممكن أنه تضيفون السكر العادي. وهنا عندنا الصودا، ملعقة كلش صغيرة من الصودا. هنا أنا راح أبدي أنخل الطحين. مفروض أكون ناخلته قبل بس إنه نسيت أنخله، فراح أنخل الطحين. بعد ما خلصت ونخلت الطحين راح أخفق المواد كلها سوية. ضفت الشوفان اللي هي 2 كوب من الشوفان الأوت ميل، ونضيف الشوكولات أي نوعية شوكولات أنتو موجودة، حتى لو كانت قالب كبير وأنتو تكسروها وتبرشوها، هذا الشي راجع لكم، أي نوعية عندكم أنتو متوفرة. راح نبدي نعجن إلى أن تتماسك كل المكونات مع بعض. وهنا أنا خلصت عجن. هنا أنا عندي ورق الزبدة، لأن أنا نهائيا ما أضيف زيت على الصواني، دائما أستعمل ورق الزبدة. هسه نرجع للعجينة ونبدي نشكل الكوكيز. راح ناخذ كمية من العجينة ونكورها بهاي الطريقة ونصفطها بالصينية بدون يعني نخليها وهي مثل الطوبة، على شكل طوبة، ونخليها لأنه راح تنفرد ورا ما تستوي. تقريبا الكمية الكوكيز اللي كلها تطلع من هاي العجينة ما بين 36 قطعة إلى 38 قطعة. حاولوا إنه تسووها كلها من نفس المستوى. كل صينية تقريبا حطيت بيها 12 قطعة، استعملت 3 صواني. هنا أنا خلصت أول صينية، راح أبدي أخلي ثاني صينية. حاولوا أنه تصير كلها نفس الحجم.
بعد ما خلصت كمية العجينة كلها اللي هي طلعت 3 صواني، راح أخلي الأوفن على 350 درجة حرارة فهرنهايت. راح أخليها الصينية لمدة 10 دقايق جوا، بعدين أشيلها أخليها فوق، أدخل وحدة جديدة جواها مع 10 دقايق بين ما يستوي الوجه، لأن أني الأوفن مالتي شوية قديم إنه ما يشتغل فوق وجوا بنفس الوقت، فأضطر إنه أخلي الجوا يستوي، أشيله أخليه فوق وبعدين أرجع أخليه وحدة جديدة جوا. يستوي من جوا 10 دقايق، أشيله وأخلي وحدة جديدة فوق همينة 10 دقايق بين ما يستوي الوجه والقفا. هنا أنا بعد ما خلصت هاي آخر صينية، ولازم نخليها شوية تبرد قبل ما نشيلها من الصينية، لأنه تكون كلش هشة إنه ممكن تتفلش، فلا تشيلوها بسرعة، خلوها شوية تبرد بالصينية وبعدين شيلوها. وهاي هي الكمية كلها اللي طلعت من الكوكيز. طبعا الأطفال كلش راح يحبوها، والأشخاص اللي يروحون للجيم همينة راح يحبوها. إن شاء الله حبيتوا الوصفة، وأشوفكم على خير ومع ألف سلامة. تحياتي للجميع.